أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يسون الله سلام أنوان إن شاء الله ربي ذا ذروم يبعث في اللون الهموم. الله يحفظكم ويستركم إن شاء الله ويحفظ أهليكم وجميع أفراد عائلاتكم صغارا وكبارا رجالا ونساء. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العافية في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ما أمسى بمن نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا رب. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. حلقة جديدة من حلقات اقرأ باسم ربك. نستأنف إن شاء الله هذه الحلقات بتوفيق الله عز وجل وعونه بالبرنامج القديم كل 15 يوم، السبت هنا في مسجد أبي على الزواوي مدينة جديدة، والسبت الأخرى السبت النظام مسجد التقوى ذراع بن خدام في الفقه المالكي. لذلك نكمل نفس البرنامج. نسأل الله لكم ولنا جميعا التوفيق. أذكركم سادتي وصلنا إلى محور عهود التشريح، ولكن معليش نعطيكم بعض المعلومات من الآن ما يكتب ربي سبحانه. حلقات قليلة ونكمل الموضوع أو الحلقة اقرأ باسم ربك، ونبذو في حلقة جديدة في علم الفرائض. أذكر شوية كمعلومات. كان في خالدي وفي خالد الكثيرين باش الحلقة تجي تمتد مطولا، والحمد لله أنا سنوات اقرأ باسم ربك، سنوات شهور كثيرة وحلقات عديدة، ولكن وما زال رطس نكمل المحور الحلقة وين نسمى اقرأ باسم ربك. من بعد نبذو ذي حلقة جديدة. الحلقة الجديدة في الحقيقة تسعى المقاصد. المقصد الأول أنها تشرح علما من أدق علوم الشريعة اللي هو علم الفرائض، يعني علم المواريث وكذا تريكات إلى آخره. وذينا إن شاء الله أصحاب اللي مطات نحوج مليح، أصحاب الحساب الذهني هذه يقول الحساب. العلم دقيق لا يدرس تقريبا في مساجدنا عبر القطر الجزائري، ما كاينش حلقة فيما أعلم إلى حد هذه اللحظة عبر 48 ولاية، بل حتى على مستوى الأمة مازال الموضوع يحوج فعلا إلى دراسة دقيقة. علم الفرائض وهو أول علم يرفع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعلموا الفرائض وعلموها الناس إلى آخر الحديث. المقصد والسين باش نسعوا وثيقة مادة علمية مسجلة. تحويج ياك تحويج الغاشية، تحويج لي نوتير، تحويج لي جوج، تحويج لي زافوكا، تحويج ياكو كاع طلبة الشريعة، أساتذة الشريعة، أساتذة القانون إلى آخره. خطر الموضوع نحويج يثاكو. ممكن الإنسان يتحويج يرتص الأمور، لكن العلم قالت نحويج خطر إما غنورث إما نتورث، ما ماشي نكون وياض صافي ديون الموضوع نحواجيث. السبب الثالث ولا المادة العلمية المتوفرة الآن لا تحقق الغرض. يا إما دناف وقاذي غرض الشريعة وحدث والسنة القانون صافي أسعونا فيد دام القرآن أمشي فرون تليفون بسا نغتفضوني غرض القانون ورسينا الشريعة توجور يسعن فيد صافي يمكن الموضوع إذا نشرح شرعا وقانونا الشريعة القانون. ثقي تقديم كان مقدمة خفيفة باش ما نغال الموضوع جديد. أتحصن باللي نحواج الموضوع جدا وفي حلقة طويلة لأنه هذا طفل وقتيس. لذلك وسطويلة راه ذي دروس اقرأ إن شاء الله. سنخدم نذكركم ببعض ما شرحناه
في عهود التشريع. أذكركم ببعض المعطيات والمعلومات. الأولى أن الفقه الإسلامي مر عبر مراحل. الفقه الإسلامي لانت المراحل سيدي عدة مرحلة مرحلة مرحلة، وفي كل مرحلة نسعيو الحديث هو المرجع الأساس، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وين ما يبغى ربي الخير أسيف كالفقه ذي الدين. والندايث مثلا الفقه المراد به الفهم، ففهمناها سليمان. الفهم ماهوش العلم، العلم تسمو سنين العلم، ولكن الفقه يدخل إلى الأغوار، يتعمق، يبحث في الأسرار. يكون قرصت قبيلي تفكيد الفهم ولا موري غري ورا بالدرجة أعطيني الفهم له الأقرأ. الفهم ثمرة من ثمرات العلم، وربنا ففهمناها سليمان. وعلماء جابوا واحد الكلام لطيف، قال كالعلم يتعلق بكثرة الرواية، ولكن الفهم يتعلق بعمق الدراية. وفي علم الحديث كاين الرواية وكاين الدراية، وهذه الأمور أشرنا إليها فيما سبق. لذلك الفقه نحتاج إليه. وهذا الحديث دين النبي صلى الله عليه وسلم أتفض في عهده كان حريصا، وفي عهد الصحابة كان الصحابة حريصين، وفي عهد التابعين وإلى آخر إلى الآن نحتاج دائما إلى الفقه. عهود التشريع باختصار نناد العهد مزوارو اسميس عهد الرسالة. العهد والسين اسميس عهد الصحابة. أم بعد ويسد عهد التابعين، عهد الأئمة المجتهدين، عهد التقليد، الماء ذي العصر أجي النغثرة، العهد الحالي المعاصر. باختصار مادام حصة مراجعة نناد العهد الأول عهد الرسالة. عهد الرسالة لشو المقصود؟ معناه ذي المدة يقعاش النبي صلى الله عليه وسلم لا بريود ني شحال كني 23 سنة. شحال يقعاش في مكة 13 سنة. شحال يقعاش في المدينة 10 سنوات. وقي نرون ديال الشفر وهما نكشم لي التفصيل وغادي سمكتين. شحال العهد المكي، خاطر عهد الرسالة 23 سنة، ولكن لا في مكة لا في المدينة. شحال يتقيم في مكة؟ 9 سنين. لا ذي مكة 10 سنين و11 يوم. لا بارك الله فيك على الاجتهاد. 12 سنة و5 شهور و13 يوم. العلماء أرون دين الشفر ناند 13 سنة، هي 12 سنة و5 شهور و13 يوم. عهد المدينة 9 سنين 9 شهور و9 أيام. وقي يسال 9. عهد الرسالة 23 سنة أرون دين الشفر، ولكن بالتدقيق يسعى مرحلتين. المرحلة الأولى المرحلة الثانية، شغل دوز إيطاب، زوج مراحل. المرحلة الأولى اسمها المرحلة المكية، أين عاش النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 12 سنة و5 شهور و13 يوم. ماذا المدة عاش المدينة بعد الهجرة؟ سميدي هجر سي مكة المدينة 9 سنين و9 شهور و9 أيام. ولكن يصعب باش الانسان يشفو. ذغا العلماء في التاريخ ارون دين لي الشفر ميم ذي مده الخلافه شحال يقيم عمر الخطاب، شحال علي ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان، علي، ارون دين لي الشفر مين تسمى مشاكل المده العهده المونداني شحال يعاش. لذلك ننادي العهد المكي، المرحله المكيه
سعى الخصائص ينس. المرحلة المدنية سعى الخصائص ينس. من في القرآن الكريم دي نزلن ذي مكة ذي المدينة إلا علم من علوم القرآن اسمه علم المكي والمدني. افتح ثورة كتب علوم القرآن أتفضل برمي علوم القرآن إلى علم التفسير، تفسير القرآن، إلى علم الناسخ والمنسوخ، إلى علم المحكم والمتشابه، لا تعول السجسن إلى يوم العلم اسميس المكي والمدني. أي غير السمان علم شغل ما كنا موديول كي قارن ذي الشريعة وكذا باش وين ما يقرأ القرآن هذه ميز. في الآيات نسلا الشيخ غرت مثلا ذي المغرب أنظر هل ترى هي آيات مكية أو آيات مدنية؟ أنسوا باران شغل ميزان سيسان وزن الأمور أو نفتح الموازين. من الموازين موازين معرفة القرآن المكي أن القرآن المكي يؤكد على أصول الدين. هذه السمسلة في التوحيد، الآية يهضرون في التوحيد في كذني سي نورمال سي لوجيك إلا قدست ذي مكة ماشي المعنى يسدي المدينة ولاش لا أنت ولا كدست في سياق التشريع، في سياق التشريع هذا سنت لانت بعض الآيات في العقيدة نزلت دي المدينة، ولكن العبرة بالغالب، العبرة بالغالب. عموم الآيات التي نزلت في مكة المكرمة تؤكد على أصول الدين. مثلا في سورة إبراهيم، في سورة إبراهيم نعم الآية 24 روح رزداث ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. ابن عباس من علماء الصحابة إن هذه الكلمة ذاك المقصود لا إله إلا الله محمد رسول الله، توحيد. الكلمة الطيبة كشجرة طيبة إلى آخر الآيات. في سورة الأنبياء فقدنا سورة إبراهيم الآية 24 لماذا الآية 27 في سورة الأنبياء الآية 25 إذا ما تفضل يوسف السورة لانت الآيات مكية لانت آيات مدنية. الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. آية مكية تنزل ذي مكة المكرمة لا يجي خطرت أستقارن في صلى الله عليه وسلم أكوي مشجع نيد شجع قفلي إني غاسن ربيون ميم لا لوجيك قفلا كاي خطر المرحلة مكة الوقت إلى الشرك كل شو يعبد عبدنا الآلهة المزيفة أليس كذلك؟ كل شيء عندها برونشي صافي. الآية الأولى غدا سنت باش تصحح العقيدة تثبت أصول الدين. هذه الآية 25 من سورة الأنبياء في هذا السياق. ربي مدينة ذا في أواخر سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد آية الكرسي إذن صافي يأكل الآية تجي في ولا ما مثلا نخدم من القرآن المكي والمدني إلا ذا لغة القرآن المدني. القرآن المدني من خصائص القرآن المدني الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ولو نزل بمكة خاطر هو ذا الضابط الصحيح. وهذا ماشي الآية تنزل دي مكة مكية مدينة مدانة يا أخي إلى الفتح من بعد إلى الفتح إلا يعاش النبي عليه الصلاة والسلام يعاش من بعد يروح يفتح مكة فتح مكة أليس كذلك؟ ونزل عليه قرآن ويعد قرآنا مدنيا لأنه نزل بعد الهجرة. صافي الهجرة هي الضابط هي الميزان. مثلا آيات القرآن المدني آيات تركز على
التشريع القوانين خطر يغرب بعد الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام أسس المجتمع الإسلامي الجديد، يبنى المجتمع ينسلم جديد، يبنى ثافلساس، يبنى الجامع، يخدم حكمة سير الأنصار المهاجرين، من بعد يهضر في الأحكام من السوق. من ذي السنة النبوية بالمناسبة، القرآن مع السنة. نزلت الآيات مثل كقوله تعالى مثلا في سورة البقرة الآية 280: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أو ميسورة. يعني وقيت ديون verset 280 سورة البقرة. أم بعد دايما سورة البقرة الآية 282 تمثل السوق، في التجارة، في التوثيق، في الديون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية قلت أكبر آية في القرآن ساكي، الآية 282 من سورة البقرة، وهي آية مدنية نزلت بالمدينة المنورة خاطر تخص التشريع. الآية 231 من سورة البقرة: ولا تمسكوهن ضرارا تعتدوا إلى آخره. ثقيين يعني الحياة الزوجية وكذا إلى آخره. يعني تهضرت في أيضا آية الفرائض، آية المواريث التي سنذكرها، وهي في سورة النساء من الآية 7 فما فوق: للرجال نصيب مما ترك الوالدين والأقربون إلى آخر الآيات. صافي في كذاكي أنفهم بلي آيات نتاع التشريع وأمرهم شورى بينهم فإن الشورى. الآية 90 من سورة النحل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الآية 90 من سورة النحل. سدوا يعني ممكن نعطي لكم الآن 500 آية 700 آية بأرقامها كلها في القرآن المدني هكذا. صافي ثورة نميز زيد. القرآن المكي أيضا يمتاز بتقريع الكفار. تقريع الكفار يعني أن دار الكفار ربي سبحانه تنتزم الكفار، كمثلا في أواخر سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، ورش وفتحت أبوابها حفص، وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين إلى آخره. يعني تقريع الكافرين، تقريع الكفار. أولم يرى الذين كفروا في سورة الأنبياء الآية 30: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني صافي آيات تاع تقريع الكفار إلى آخره. وكاين أيضا آيات اللي تدل على توحيد الله عز وجل، التأمل في مخلوقاته. خطروا كذا ذي جديدا دوبل في ذي جديدا ربي يتفلغ نسنة توليه أدخل من دي ربي سبحانه عظيم الشان، مفهوم التخميم وحدنا ربي سبحانه. ألا غنسن خاطر يشود سازرو يبرونشي سازرو عبد الولات العزة قبل غريب. كان يخدم حمزة سميه يروح للصحراء ديال البراري والفيافي والقفار. إذن من بعد إناس يدي خلقنا كي جنوان يدي خلقن إناس محال تحويه أربعة جدران. المحال ربي سبحانه يدي خلقنا كله كرياتور الخالق يدي خلقنا كل الدنيا ثاقي ذي المحال. هذه قمية 4 الحيوض خطر نتا ربي سجات دينا طبعا قبل إيمانه قبل إسلامه. الإيمان والإسلام ماذا نذر يسمونا شو الفرق جالسنا على فكرة يعني ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ سؤال لكم.
يكون دين مؤمن مسلم اسكو لها دخل الاسلام ها طيب لقد يكتمك حديث جبريل. حديث جبريل سئل عن الإسلام قال كذا كذا، سئل عن الإيمان كذا وكذا، سئل عن الإحسان كذا وكذا. باش نفهم السؤال قدرني غير لقد مثل حديث جبريل ولقد مثل قاعدة قوية ذكرها العلماء: اثنان إذا اقترنا افترقا، إذا افترقا اقترنا. هذا هو الجواب، الجواب العلمي الدقيق هو هذا. اثنان إذا اقترنا افترقا، إذا افترقا اقترنا. حلل وناقش، هما الإسلام والإيمان. إذا اقترنا مدو كلند أكون ديني الإسلام والإيمان مسلمة كاكي معنى يفترقان في المعنى. الإيمان ما وقر في القلب، ولكن الإسلام تشهد إلى محمد رسول الله والصلاة والزكاة معناتها قصد خميسين، قصد لا فوا الإيمان وقصد الإسلام. وهنا أستعين بحديث جبريل صافي. إذا اقترنا افترقا في المعنى، وإذا افترقا اقترنا. ممكن يديني غير الإيمان قصد كلش ديك الإسلام ديك خاطر يؤمن من بعد يطبق القواعد مقتضيات الإيمان. من مقتضيات الإيمان القيام بالواجبات اللي مذكورة في حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5 إلى آخره. بمعنى وكما قال الإمام النووي: حقيقة الإيمان 3: تصديق بالقلب، إقرار باللسان، تطبيق بالجوارح والأركان. هذا هو الإيمان. حيت ما كاين مؤمن ولكن خاطيني صلاتاكي رمضاناكي، لا، خاطر الإيمان هذيك الشبد قول هذه زد قول هذه فاس جيلس وبعدين لا براتيك يعني وتطبيق صافي. تصديق بالقلب، إقرار باللسان سيلس، وتطبيق بالجوارح والأركان اللي هي العبادات. وذا نستعين بحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم، حديث متفق عليه: الإيمان 70 شعبة، رواية الإمام مسلم. الإيمان 60 شعبة، رواية الإمام البخاري. أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى، وفي رواية البخاري: والحياء شعبة من الإيمان. أمشي نشوفها 70 أنت نشوفها لا أعمال القلب بول كالتوكل على الله مثلا، تقول أعمال اللسان فانت الذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن وكذا، وأعمال البدن الصلاة والصيام ما تزلط الكوريجي كيتحرك ركوع سجود وكذا، ما تزامض كيف الكوريجي كيفشل يفشل غادي الجلسة ديبا حسب الحال صافي. أسنسي ولا كذا سنتي كذا قالت الأعراب نقل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ذا غدنا والآية ذاكي هذه الآية نستشهد بها في هذا: إذا افترق اقترنا، وإذا اقترنا افترق. إذا اقترنا نبذني الإسلام والإيمان نميزوا بيناتهم. معنى كاين في حديث جبريل يفرنا هذا يا أخي، سئل عن الإسلام وسئل عن الإيمان وسئل عن الإحسان. والإحسان وشو قال؟ إن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نيفو ثقي قوس. وإن كان هذه المسائل تطرح كثيرا في علم الأصول، خاطر دينا الحوايج الضبط اللغوي مليح دينا كلمة تحصل في الناس ماشي تقول برك كل كلمة بإمكانيس، ولكن خارج علم الأصول نسرحها عادي. المهم ولكن معليش هذه الأقواس تهمنا كثيرا. نناد ربي سبحانه عز وجل خالق السماوات والأرض كما قال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: الوقت منين هو أكبر الخالق
الرب أكبر من أن تحويه 4 جدران. يعني واحد كان سوال لاغيس يفاق باللي هو امشي جا الاله ينس ضازرو دخل بخان اثي عبد من سميه من المشركين ويا يولى كل المخلوق يولى جنوان الذي الصحراء صوت الصحراء غال قولي شميتي الايمان ان يا ربي سبحانه اكبر من هذا، الله اكبر. وكما فعل ابو ذر الغفاري ايضا في الحكايه تروى عنه معروفه ان سوى تبا لرب تبول عليه الثعالب نسيس على الاله زدي برا ذي الخلا يفاد الثعلب كرمكم الله يا رمان تاسين سوك هذه السمسيث الناس ديفان ديال في مانيك يعني امشي كيسد والحيوان يستمسك شيني انت كعبد غنكيني الناس وتبا لرب تبول عليه الثعالب دقسنت. هذا المنطق كان قراو كان برك الرحمن سورة الرحمن تخلي الانسان المخ نتاعو يخدم. وايات اخرى اللي ذكرناها بالتفصيل ذكيون السكواس كامل من نهضر في الاعجاز العلمي واستندقي الفلك ونهضر في الفلك في علم الطب وكذا. ذكروني في سورة فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. خطر تنذركم في الحق دايلا وكلهم يبحثون ويفاث قزر ويفاث قوقل ويفاث كندث يوفى، ولكن ربي سبحانه يتجلى بآياته وبراهينه الساطعات باش الغشي أذعي وذن رجع العقيدة نسن وصح العقيدة نسن وذا من نص ربي وحدث. لذلك في التوحيد دنيني أشهد أن لا إله معنى نفي إلا ثم نثبت إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وللشهادتين مقتضيات 8 لا اله الا الله 4 مقتضيات محمد رسول الله 4 مقتضيات. ماناش في درس العقيده باش نشرحوا هذه الامور وهي مهمه جدا. قلت 4 عند اهل السنه والجماعه، وكل من اجتهد خارج هذه الامور كلها محويه في هذه محتوات في هذه المقتضيات 8. نغلق القوس. لذلك الايه تجي ايه مكيه اللي غير تخدمي تصور فيه. المهم اكتفي بهذا. ولكن نقطة أخرى ذكرناها طريقة التشريع ذي الوقت مني أمشي دنزل تاكل القرآن أما ذي مكة ذي المدينة لن 3 ميثود 3 ذي ألف باجيم ألف طريقة السؤال أدياس السؤال ودياس الجواب. يسألونك عن الأنفال يسألونك عن اليتامى يسألونك عن الجبال يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن الخمر والميسر إلى آخر الآية تقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس إلى آخره. أنت تفهم ويسألونك تسجل بروميير ميثود معنى أدي تقسي بعد رب دي جاوب أدي ينزل القرآن صافي. طريقة نزول القرآن الطريقة الأولى هي الطريقة المسبوقة بالسؤال، طريقة السؤال جواب. شحال الآيات إذ نزلن مسبوقة بسؤال صح. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يسد استقسي يسد الجواب ذي القرآن هكا. آيات المواريث خاصة ميراث البنات السؤال ليس في حق زوج واقعة وسؤال هذا يصح باش نذكروه هنا. يعني يوث سعد بن الربيع اسمه يموت شهيد في غزوة أحد يجد يسيس سنة يسيس بعد ثم تطيس تروح النبي صلى الله عليه وسلم ثنيس يموت ورقازيو ذي غزوة أحد شهيد يجد كنيسة يسيس كذا ذيك ناس صافي عام ناس تقشيشين أم كان نفضل تريكايس يجد ثبحير يجد تسمر ثزاين تسمر النخيل وكذا يجد لغمان يجد إني سام كذا نفضل إني صار النبي عليه الصلاة والسلام وزار
غنزل الآيات عند ذي من بعد أسميت نزلت الآيات صافي داكي إلا السؤال لا الواقعة، واقعة الوفاة، واقعة الموت. من بعد النبي عليه الصلاة والسلام يجاوب. من يجاوب أنا ميدير نزل في القرآن ذي الآيات المواريث. من بعد يسيم ثيس 8 يسيم 2 تير 2 على 3 أين دي قران نعم نتقشيشي فرد واحد صافي القرآن كي شو باش ينزل ضرب بيت ينزل السبة إمي ضرات الوفاة الموت سعد بن ربيع وزايد يسال السؤال تسات مطوطه كي تستقسات والأمر هذا كثير يعني. إما الطريقة الثانية وقوع حوادث أتصدروا ثديانت أتصدروا واقعة أدنزل القرآن نيغوند في فتح مكة يعني شو نقول بعد 13 سنة روح رزدات ألمي تقريبا السنة السابعة يعني 21 سنة سقسمي يجوغال الرسول صلى الله عليه وسلم يدنزل آيات كذا كدينير ثورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي إلى أن يقول إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ذا يا ثقلاقي يوكم السلام صورة الممتحنة نزل انتد إمي ضرط يوسن ثذيانت يضران بروبلام نحكي فيما سبق متعلق بالقصة تاع حاطب ابن أبي بلتعة وكذا. من بعد يبغى يفك الخبار أهل مكة سنفك الخبار بلا يهجى ديما يسن في صلى الله عليه وسلم باش يفتح مكة مستان بروبلام ذا مقارن واقي تذيانت يعني كارثة على بالك ماشي كذي يفغ الخبار هذه يفغ القريش باللي وثي السفان دين سلم باش نزر دين سلم ضعفا باش ضعفك نورمال. ولكن المشكلة ولا قال في حالة الضعف هي الدائمة هي الغالبة على حياتنا دائما الضعف في بلين ديغوتي مي دي فوا نسعيك حالة الضعف نورمال. والحمد لله أن الإنسان كدينا ربي سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا في سورة النساء الآية 28 وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا سورة النساء الآية 28. يلا صافي الآية تقوم السلام من ميدان نزلت في كذا يوم السلام هي قرآن مدني واحد سكان من دامني غاوند أبري 20 سنة نزلت الآيات. لذلك علماء التفسير تبعا ما يسمى بأسباب النزول وكي علم من علوم القرآن لي سيركونستانس من ميد نزلت الآيات الني باش تفهم هذا لو كان وصل الزردار السبا وتفهم ذا الآية ثقي تفهم ضارة ماشي كي تفهم ضارة أنت تفهم ذاك لو سونس جلوبال ولكن تفاصيل تفهم ضارة خاطر غير لا تتخذوا عدوي وعدوكم أو تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق تسرون إليهم الإسرار وكذا إلى آخره والله أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. وهذه تصوير دقيق يعني شغل لا تشبه يعني تصوير دقيق عمومي للحادثة. وكذلك حينما رغب بعض المسلمين يتزوجوا بالمشركات حادثة ربي سبحانه منع ذلك في القرآن الكريم حادثة والحوادث. وكذلك قول الله عز وجل وشاورهم في الأمر هذه الآية حادثة متى وقعت بعد غزوة أحد أو سورة العمران روات تفاصيل غزوة أحد أندمي من سلم كان طريحة كان ثغريف يعني لغزوة أحد سندينا. نفس الشيء نقال سورة الحشر الآية 8
الآية التاسعة، الآية العاشرة، كي دوسانت 3 الآيات هذه سورة الحشر. الآية الثامنة تسمسي في المهاجرين. وذي الوقت اني خاطر كاين قضايا وقعت للوقت يبغى ندخل من ثواغيث المهاجرين والانصار بعد ما يخدم النبي عليه الصلاه والسلام جالس المؤاخاة تيجمات تم قرانت واكبر مؤاخاة في الدنيا، ولن يتكرر هذا الامر في حياة الناس. لذلك من بعد جاء مدحهم في 3 آيات متتالية. الآية الثامنة سورة الحشر المهاجرين، الآية التاسعة من سورة الحشر الأنصار، الآية العاشرة الذين تبعهم بإحسان، وبعدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. باش ما يجيش واحد الآن يمس صحابي من الصحابة بأي أذى مهما كان صغيرا، سواء بالتلميح أو بالتصريح، بالتلميح أو بالتعريض أو بالتصريح. سمعوا خاطر عندنا ضوابط، ما إلا ضوابط كي نساو تحضرت ما ولا شي سي نورمال، سي نورمال ما ولا شي تخدمش وتبغي. لذلك لوروبي راكين حوايج ثنت أتى القرآن السنة القرآن السنة نلحو عادي. يلا صافي. الطريقة الثانية وقوع حوادث. الطريقة الثالثة نزول آيات غير مسبوقة لا بسؤال ولا بحادثة. وإذا ماشي القرآن يتراجو كان لما تضرب في ذيانت نغلب بدي يساوي استقصي خاطئ ضرب بدي تشريعا ضرب بدي ينزل القرآن. مثلا الآية الخامسة والآية السادسة من سورة المائدة 5 6 ولا شو كيستقسناك في كذاكي أحكام الوضوء ما يسمى بالأعضاء القرآنية راهي موجودة في الآيتين الخامسة والسادسة. الآية ثاقي ولا شو كيستقسن فربي سبحانه وتعالى ينزل عادي من ميك يبغى. كذلك آيات الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخره. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآية 184 185 سورة البقرة. أشياء هذه يكون زلنتت غير مسبوقة. ممكن نقول لكم الآن 500 آية 700 آية عادي لم تكن مسبوقة لا بواقعة ولا بسؤال. فجي ثورة المرحلة فجيك اسمها عهد الرسالة وجاك عهد الرسالة. ولكن هو النظام التشريع في عهد الرسالة يسعى خصائص دي كاركتيرستيك. برمي خصائص التشريع هنا أن التشريع لله وللرسول فقط. ربك ذنبي خطر نبي إذا نطق ربي ناد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ربنا دي الآية النظام وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية النظام يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية النظام ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. آيات كثيرة. فكي تمزور في السناث كاين النسخ في القرآن الكريم. النسخ طبعا لغاية الخلاف الفقهي الذي تمسكه هناك من كتب كتابا وقد درس في جامعة في خروبة هنا الله يذكره يموت في سعف ربي خمس كتاب اسمه لا نسخ في كتاب أحكمت آياتها. كيس اسمه بدع باش يقول لك ما كاش كاع النسخ هذا يا ودي لا يمكن تدمض الآيات عند عيدة المرأة سواس بعد يوغل 4 شهور 10 أيام بعد يمشي ديال ماشي النسخ يمشي ديال الآيات اللي قدران لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. بارك الله فيك في سورة البقرة القرآن ينطق ولكن مع ذلك صغيرة. صحيح في أوائل سورة العمران ربي ناد هو الذي أنزل عليك الكتاب فقد يجب العنوان منه آيات محكمات هن أم الكتاب ولكن بعد ربي ناد وأخر متشابهات. صافي ذلك كان علم المحكم والمتشابه. إذ هناك آيات محكمات ولكن هناك آيات متشابهات والآيات المتشابهة تحتاج إلى بيان وقد بينت في آي القرآن كما بينت في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام وبعضها لم يبين وبقي هكذا متروكا لاجتهاد المجتهدين. هذا ما كان بدليل قوله تعالى
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون ربنا آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب إلى آخره. وبعدين ربنا لا تزغ قلوبنا خاطرك تقولها وناك مليون وليس يبقى على خير بوسط تصوير الزيغ يقدر السبب ذولا قرن استقبالي أن دي زوار ولي دفعي ثضار في كل ديمارين يروح عند يروح ما يروح سيدنا علي الله يبارك ياكل حاضر الله يبارك هذا تسمى الجامع خاطر ذولا وليد يسان ميش ياكل غاش يسان ذولا ونصنع الجامع خاطئ سواء من المصلين أو من غيرهم يبان ولا يصلح عند النظام بلا ما نخدموا كانوية الجامعة كي آخر حاجة اللي يخمم في الناس شغل خاطئ شغل الجامعة في قصيدارها انت يسعى النظام وليس يروح عند النظام لذلك أول ما يهدى ربي الله يبارك مم اللي راهم في الهداية دين سلوك هذا تصديب أول في كل ذا ما إلا وين يروح بقى على خير. لذلك القرآن يعالج هو ربي الدواء مباشرة زيغ. لذلك هناك أخطاء كثير الآن نراها في حياتنا سببها زيغ القلوب وبعضها زيغ في الأفكار. والسلوك ثمرة الفكر اللغ يسعى الميزان قول يسعى الميزان إما روح ناكل الميزان ياكل يروح من بعد يعرق سوفريد احتصم يعرقوا فريد لا الساقي احتصم يعرقوا فريد ذي الحياة نسأل الله غير من ربي بردنا ولصلح لنا قبل غيفات. لذلك من خصائص القرآن ككل يعني في عهد الرسالة من خصائص التشريع في عهد الرسالة سيد غاديني من خصائص التشريع في عهد الرسالة وجود النسخ في القرآن. نربط هذا بالتدرج خطر مقاربا تفهم الآيتين الخمر في الدحكير ذينا دغا المراحل فانت 4 مراحل. أشوف المرحلة الأولى للتذكير شرف كرمكم الله هذه السنة ماما في الوقت النية أمشي في ذي ربي سبحانه أمشي فيكس إيطاب بار إيطاب 4 لي زيطاب يقلام ليطاب ثمزورف مشي دينا ماشي 9 ومن ثمرات النخيل ناخذ الزيت والأعناب في زورين عظيم تتخذون منه سكرا يعني تعصرن تسفغن شراب كرمكم الله بعدين ورزقا حسنا عظيم تسفغ الزفيف اش كيف يسكسو غلا صافي انسي ديك الزفيف سكواضيل والزمرة تسفغ الجو سي بور سا ربي ناد ورزقا حسنا ودينا اش هاد نسفغ ضبرتي قرينون وثورة استخدام من قوي النظام الفنون كيطاس ربي ندير رزقا حسنا صافي عندها تكلاسي رزق الحسن اما الزفيف هذا ولكن قبل سنة تتخذون منه سكرا معنى لن يوجد استخداما تزورنا كي المثل تسمر وكذا كرمكم الله إشراف إسكران للتخدير أم بعد شو دينار ورزقا حسنا غيتنا يسكن هذا الحرام هذا الحرام شغل ما كان وصف وصف ما كان كائنا ما كان موجودا أين لن ذيق لن نعم ليطا ديال اليوم إثبات حالة أكيد لا. دوزيام إيطاب ذا شوت ويسألونك عن الخمر والميسير هذا عندك يسأل السؤال السنة كي يدوكون ذات مثلا ضريو العموم سكرانك اسمي القمر الميسير القمر ويسألونك عن الخمر والميسير يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قل إنس فيهما إثم كبير أبرند ومنافع للناس ودينا ومنافع للمؤمنين خاطر المؤمن كيني حوايج غير الفايدة ديال سي شراب ناصي القمر من الناس سعى الفايدة دقيض اللي ولا يدقيض ديال 100 مليون شو انت تساوي ضرر ديال 20 سنة نتسا يولي يبود 100 مليون وزمي راسي ذيرة القمر وغرس يلها إذن ربي اسمه منافع
وفعلا منافع للناس. ذاك آية واصفة تصف أبرشو دي جوالا قالوا يستعدغ المساج رب سبحانه وإثمهما أكبر من نفعهما. يعلمنا قاعدة الميزان مما كدوني ثاك كل حاجة تسعى لي زين كونفينون لي زافونتاج. الشيء اللي مقل أنو يقوان خدمين تفغيضة أكو ذي الدونيث. اما ذي البروجي اما ذي القرايه لي موديولات الاختراض لي سبيسياليتي الخدمه دولار تساوي ضاره ذي الزواج ذي كل شيء كل حاجه صافي قصوا الميزان. من بعد ما ثوالظ لي زافونتاج اكثر فونس القدام ما ثوالظ لي زانكوفين اكثر وغادر ذفير والسلام. لذلك ربي واثمهما اكبر من نفعهما. تجد دوزيام ايطاب تروازيام ايطاب إن لا تقربوا الصلاة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى هاي غير حتى تعلموا ما تقولون. بلي ونا يسكرش يزرش دقام أما كان ونا الناس قول يا أيها الكافرون الناس أعبدوا ما تعبدون صروح سلاني سقرا الكفار مكون كيف غاث نسد الآية. أم بعد صافي ثورة المرحلة الثالثة الرابعة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. المدينة آخر آية فهل أنتم منتهون يكفى ولا بعد ودي سالت فري ولا كيني الطبق غلايا في ثلاثة أشكيت ألما ذي العيشة باد بروبلام ذي لاجول ولا ميكايسو من بعد العيشة كيني غارونتي سيغ الفجر داكوير لا خاطئ انتهى الدليل إن ضرب الآية الثالثة من سورة المائدة اليوم أكملت نكمل صافي الكامل. كمال الدين يقتضي أخذ الأحكام في نهايتها داير ثين قراني ذيني حبس ووال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يلا ثورة ثقي خاصية مهمة اللي هي التدرج في التشريع. الخاصية الثالثة ثقي ثورة نروح مباشرة إلى عهد الصحابة. عهد الصحابة يمتد من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غاية نهاية القرن الأول الهجري وبعض العلماء قال كلا أوائل القرن الثاني الهجري خاطر لان صغار الصحابة ويفكر ربك غزي العمر يعني وظيف العمر سنة بداية القرن الثاني الهجري. هذا ثقيق لا بيريوداكي يسمي عهد الصحابة. وعهد الصحابة عنده مميزات سي كاركتيرستيك. الميزة مزواروث مهمة جدا وهي اتساع رقعة الدولة الإسلامية بسبب الفتوحات. خاطر الفتوحات استمرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. رقعة الدولة الإسلامية كبيرة امتدت من إسبانيا إلى الصين. جماعة الخير صفي تصل الحضارات وذي المنطقة فيها حضارات كثيرة وهذه الحضارات أفرزت جملة من المشكلات والقضايا واختلاف في الأفكار واختلاف في القضايا في طريقة المعيشة والنوازل اللي اسمها النوازل. ذي الوقت ظهرت نوازل كثيرة. لذلك ثقي ملاحظة مهمة يعني اتساع رقعة الدولة الإسلامية في عهد الصحابة. باقي في تغدا جوجمون جلوبال خاطر لا نتري ديتاي في عهد ابو بكر الصديق في عهد عمر في عهد عثمان في عهد باش نطول على تفتحنا كدون ما نقول معناه كل ثقيك مرحله اسم مرحله الصحابه عهد الصحابه. الميزه الاولى اتساع رقعة الدولة الإسلامية بسبب الفتوحات الإسلامية. رقم 2 بروز مسائل جديدة لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لم تثي مسائل جديدين يديفندي الوقتني ولا شي ثنت ذي الزمان النبي صلى الله عليه وسلم ذا شاديني وكوني ثوره شفنا ذاك من الحضره كان ينبذ الاطباء الله يذكرهم بالخير جميعا كل من شارك في حلقه اقرا نغض حكينا كنا في الكلوناج في الاديان في نغاو في مساله وانت سينا كل الامام مالك ناو كذا كون زي كان دازران خاطر ولاش لا ميديسين ثوره ثبض انت ثبض عليه مليح. لذلك
تهضر في لاكارت جينيتيك، تهضر في لا دي ان، تهضر في الكلوناج، تلقى مسائل ديال الاقتصاد، لي بونك، لي سيستيم بونكير، التكنيك بونكير، عندها الشوارع ماشي تنزي ولا شي تنياكو زيك. الامور عاديه بسيطه، السوق المعاملات بسيطه جدا، ولكن مع الوقت ظهرت ثلاثا التسويق الشبكي في غدا جديد اسقيم داكي زرام شحال ديال كان سقسينا كي التسويق الشبكي شاود السين كل سين كل ديال السين زعما 35 سين الكارد يتسالي الصولد يتسالي يثري من دحيس ياكل حساب ياكل ثقين دا ثلاثه فهمي. من زمان نخدم الدرس ديال العتيق دولار جات تفهمت دولار جات ديال الوقت اللي تجديد تسلفون ندير لابو ونشوفون كل مره جديد امشكان الخدمه نكس ونخدم انا ولكن فنيانا نقيم كنكا اما حك تربح نغبى بالزهر نغسل الدوض مفهوم. في ثلاثه كثرة فتاوى الصحابة ذي الوقت خاطر الصحابة كانوا يفتون لذلك تغرض موطأ الإمام مالك عامر بفتاوى الصحابة ذي الفتاوى الصحابة يجمع الإمام مالك أي الميزمر ذي الموطئين صافي كثرة الفتاوى. النقطة الرابعة يخدم يستقع عمر بن الخطاب بالذات كان يمنع كبار الصحابة من السفر، ألزمهم بما يشبه التأشيرة شغل فيزا زي الفيزا قيتاش ديال مثل وقت سيدنا عمر انتبه إليها. كبار الصحابة سيقال كنوي وتسفغ ما نفكر لوتوريزاسيون أي غار خاطر من ميدوسة تمثل ثجديط يجمعهم ويسألهم أسنيني أهل ترى السلام إنفي صلى الله عليه وسلم الحديث القرآن سنتياكو القرآن صافي ما كاين ماشي مشكل، ولكن بالنسبة للسنة ماشي كل الصحابة كيف في روايتهم للسنة هكذا. كاين بعض الصحابة يروى 1000 كاين 500 200 10 20 700 كل يوم، لذلك يجمعهم وسنيني هل سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل مثلا في مسألة ميراث الجدة. أذكر وقيل في كاون معلومة ياكي ميراث الجدة بوبكر الصديق ناس وصلي غارة يموتي وني جات جيداس ولزرا شحال سيفك ولا شيت القرآن بالنص ولا شيت فبعد يساد المغيرة بن شعبة إناس يا أمير يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطعموا الجدة السدس في كاس انسيزيام تغيف كيس انسيزيام إناس الحمد لله يعني يحمد ربي يجعل ذي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم إناس من يحفظ عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاطر كل صحابي شو يحفظ. لذلك كان يمنعهم من مغادرة المدينة مقر الدولة الإسلامية الأولى من المغادرة إلا بالإذن أو بترخيص الأذان دقيقة. لذلك هذا الأمر موجود في عهد الصحابة في عهد بكر الصديق في عهد عمر، ولكن في حاجة مهمة في عهد عمر كان يسأل عن قضايا أبي بكر الصديق السيني هل أبو بكر الصديق عرضت عليه قضية كهذه وبما قضى شو يحكم هل ترى يحكم بأي نص بأي طريقة يحكم أليس كذلك؟ هذا موجود في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. وفي مسألة أخرى مهمة أيضا حصل الإجماع يعني فيه مسائل وقع فيها إجماع في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لأنه أي إجماع حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى إجماعا. كيف يسمى؟ سنة تقريرية ما لا ينصح فيه ند حاجة مجموعة الصحابة ند حاجة والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك، هذا يسمى سنة تقريرية. ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تحقق الإجماع. لذلك في تعريف الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام الشرعية العملية. القيد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قيد معتبر، خطر أي إجماع حصل في زمنه يعتبر سنة تقريرية، ولكن بعد وفاته هذا إجماع في عهد الصحابة. ثم من خصائص التشريع في عهد الصحابة لاجتهاد الصحابة في النوازل. العهد الذي يليه هو عهد التدوين والأئمة المجتهدين، تجاوزنا عهد الصحابة عهد التابعين. طبعا هناك من التابعين من كان مساهما في هذا العهد الذي يمتد من أوائل القرن الثاني الهجري ويمتد إلى أواسط القرن الرابع الهجري. مثلا اختصر شوية القرون باش يعني، ولكن المصطلح المتفق عليه في عند المؤرخين لتاريخ الفقه الإسلامي تاريخ التشريع سمنت هكذا اصطلاحا عهد التدوين والأئمة المجتهدين. يبدأ سي بداية القرن الثاني الهجري يكمل تلمست القرن ويص 4 الهجري. طبعا المرحلة يسعى خصائص أيضا كثيرة، من هذه الخصائص ظهور حركة التدوين، تدوين السنة. ذاك الله يبارك ظهروا علماء خدموا السنة، منهم الإمام مالك في موطئه، منهم الإمام البخاري والأئمة كلهم الذين ظهروا وخدموا السنة وجمعوا السنة. فكانت تدوين السنة وكذلك تدوين فتاوى الصحابة. وقد قلت لكم الآن أن الموطأ يعني كان عامرا بفتاوى وأقوال الصحابة. ثم أيضا ظهور أيضا مناظرات بين مدرستي أهل الرأي وأهل الحديث. ذاك ثقوى المناظرة هؤلاء العلماء مدرسة أهل الحديث بالمدينة المنورة مقرها بمهبط الوحي المدينة المنورة، ومدرسة أهل الرأي مقرها في العراق. مدرسة أهل الرأي كثرت المناظرات هنا، وظهرت العلوم فنونا يعني كما علم الأصول ظهر في هذه المرحلة، وأول من قاعد قواعده الإمام الشافعي رضي الله عنه. لذلك يا جماعة الخير هذا العهد يسمى بالعهد الذهبي، يلقب هذا العهد بالعهد الذهبي، لأن حركة التدوين تمت الله يبارك، والأحاديث راهي موجودة. المصدر الثاني من مصادر التشريع اللي هو السنة راهي موجودة بقوة في هذه المرحلة، وظهرت قضايا جديدة أفرزها الواقع. وهناك من كتب في هذه المرحلة عما يسمى بفقه النوازل. فقه النوازل معنى المسائل التي استحدثها الإنسان والتي استجدت في الزمان، مستحدثات الزمان ومستجدات الإنسان، وتسمى باسم اصطلاحي فقه النوازل. لذلك العلماء تصدوا لهذه النوازل، سواء علماء مدرسة أهل الرأي لا ننسفض لهم، ولا مدرسة أهل العراق لا ننسفض لها، مدرسة أهل الحديث لا ننسفض لها أيضا، والتكامل بينهما واضح. لذلك يا جماعة الخير اللقاء القادم إن شاء الله نخدم آخر عهد اللي هو عهد التقليد، نفوتوا بسرعة ونروحوا إلى الوقت المعاصر، نهضر لا ميزاجور، نهضر في الزمان قلنا إن شاء الله كيف حالة الفقه في هذا الزمان. طبعا موضوع مهم جدا. نلتقي بكم إن شاء الله تعالى وقدر بعد 15 يوم، أما كندنا السبت بالسبت، السبت الدون خاطي السبت أيضا إن شاء الله تعالى. أنا ليدوان، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وثبت الله أجر الجميع، آمين والحمد لله رب العالمين.